مرحبا، تحياتي لكم. طبعا اليوم راح نسوي تشريب اللحم. راح يكون أصفر، لحد هسه مقرر أصفر، احتمال أثناء الشغل مالته ممكن أحول إلى أحمر، الله أعلم. فالمهم هسه خليت كمية من اللحم ما يقارب تقريبا كيلو أو أقل بشوية. خليته على النار لأن كان عندي مجمد، فانتظره إنه يذوب. بين ما يذوب ويكمل أنا راح أروح أجيب الخبز وبعض التفاصيل وأرجع لكم. طبعا هسه رفعت من عند الزفرة، تخلصنا من عندها. اكو ملاحظة، اكو بعض المطاعم من تطبلهم تلقى التشريب مالتهم ابيض ما مايل للسمار. شنو السبب؟ السبب انه ما يخلون البهارات بالبداية، يخلون البهارات اخر شيء. انا اليوم راح اسويها بهاي الطريقة، يعني راح انتظر اللحم يستوي ويصير ناضج وبعدين انزل التوابل عليه. طبعا بعد ما تركنا اللحم على النار حتى يستوي، قلت اجي حتى اكمل. طبعا شنو راح اجيب خبز، طبعا هذا مول كارفور فاميلي مول، وبعدين راح اجيب حمص، او اجيب حمص بعدين اجيب خبز. نشوف الحمص المسلوق هنا اذا موجود حتى ناخذ لنا عليبة عليبة ونتوجه للمخبز. هذا هنا حمص حب، اعتقد هو هذا الحمص المسلوق. تمام، خلينا نشوفه، اسمه فلة، يا بعد كبدي فلة. تمام، هسه راح ناخذ الحمص ونروح للمخبز. تمام عيوني. طبعا بعد ما استوى اللحم ورجعنا الجولة التسويقية، هنا راح اخلي البصل وراح اخلي انه هو بصلة، اهم شيء دمي انه ينزل، وكذلك راح اخلي الحمص. هسه هنا ايش راح نضيف؟ راح نضيف فلفل ابيض وليس الفلفل الاسود، هاي شيء بسيط. وكذلك راح نضيف كركم، القليل من الكركم، ما يكون هواية، بس مجرد انه راح يعطي طعم ويطلون، هذا كلش كافي. طبعا ضفت ملح ايضا وراح اخلطهم كلها سوية. شوفوا لون السوب مالته ما مايل للسمار. ليش؟ لان البهارات من تكون موجودة، ولا هو المفروض كان اكو بصل يكون ناعم، سويته شرايح، هسه راح يذوب البصل ويضيع كله ويا السوب. فهاي الطريقة ما تخلي السوب او التشريب يميل للون الاسمر. يا الله، هسه كمل عندنا التشريب، راح نبدي نشربه. تمام، بهاي الطريقة. اذا تشوفون اللون مالته، شوفوه لونه صفار، ما مايل اساسا للسمار. زين، هذا الطريقة او هاي الطريقة اللي هي تكون صحيحة 100%. ماشي عيوني. هسه هنا ايضا عندنا الحمص، ومن يكمل راح اراويكم شكل النهائي. وهذا الطبق مالتنا بشكل النهائي صار جاهز. اتمنى ان شاء الله يعجبكم او تعجبكم الطريقة وطبقوها طبعا. واستخدمت طبعا حمص المعلب لان فجأة قررت انه اسوي تشريب، يعني ما كنت مثلا محضر قبل بيوم انه باكر اسويه حتى نقع حمص. المهم ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وتحياتي لكم.